الثقة بالنفس. هواي منكم يعاني من عدم الثقة بالنفس. اللي يصدمني انه انسان يمتلك عقل ويمتلك جسد معافى ويقول ما عندي ثقة بنفسي. تابع الفيديو للنهاية وراح تعرف بهذا الفيديو راح تكون انسان واثق بنفسك. اكو 3 خطوات راح تخليك واثق بنفسك. الخطوة الاولى: آمن بالله على خلقك بهذه الصورة، وآمن بعقلك وروحك وجسدك، واشكر الله دائما وأبدا على خلقك بهذه الصورة. الخطوة الثانية: عدم مقارنة نفسك مع الآخرين، واكتفي بكلمة الله خلق الإنسان وخلق كل إنسان وله صفاته الخاصة، لا تقارن نفسك مع الآخرين. الخطوة الثالثة والأهم: حب الذات والرضا عنها. أنت من تحب نفسك وتحب ذاتك وكيانك وتحب نفسك من شعر الرأس إلى أصبع القدم، أنت هنا راح تكون إنسان واثق بنفسك وإنسان واثق بقدراتك الخاصة. لذلك عليك حب الذات والرضا عنها. واغلبكم يقيس الفشل على انه هو عدم الثقة بالنفس، وهذا الشيء جدا خاطئ، لان الفشل هو جزء من رحلة النجاح، والانسان الناجح من سابع المستحيل انه نجح اذا ما مر بمرحلة الفشل. لذلك عدم الثقة بالنفس اعتبرها هي بمثابة بذرة سامة زرعتها بداخل نفسك، لذلك عليك انه تقلعها من الجذر وترمي هذه الافكار السامة. انت انسان عندك ثقة بنفسك، ومثل ما قلت لك اتبع هذه الخطوات وراح تكون واثق بنفسك. وبالنهاية ردد معي: اللهم عرفني في نفسي أكثر لكي أعرفك أكثر. اللي يعرف معنى الله راح يعرف معنى قيمة الثقة بالنفس ومعرفة قيمة نفسه الحقيقية.